ازيكم يا حبايب ام رفان، عاملين ايه؟ ايه ده يا ام رفان؟ قبل ما اتكلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كل بالبلدي مع ام رفان، كل جديد مع ام رفان. النهارده يا ام رفان لسه مش عارفين. لا هو مش تحدي. لا لسه لا مش فاضي اعمل تحدي. طبعا يا جماعه الشقه لما بتفضل مبقاش فيها حد. قلت بقى ايه، بدل ما ادخل المطبخ واقعد طول النهار، فقلت ايه نجيب طبقين كشري كده دليفري ناكل انا وبنت رفان حاجه كده فاخر من الاخر. طبعا ده يا جماعه ب 25 جنيه ماشي، بس جامد. انا حطيت الشطه قبل ما افتح معاكم الفيديو. دي الشطه يا جماعه، بس انا حطيت فكفايه قوي. وده عيش توست. طبعا انا كنت هجيب انا ويوسف ورفان، بس طبعا انا قبل ما اتكلم لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كل بالبلدي مع ام رفان، كل جديد في جديد مع ام رفان. انا قدمت ولا ايه؟ لا لسه. بس صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا كنت هجيب ليوسف، قال لك لا انا هجيب، انا بحب اكل الكشري في المحل. قلت له براحتك بقى. ف لسه ما حطيناش الدقه. انت حطيت الدقه؟ خدت دقه. لا ما حطيتش. انا ما حطيتش. يبقى هو جايب كيس واحد. لا جبت. طبق الكشري يا جماعه فاخر من الاخر. طبعا يوسف ما رضيش ياكل الطبق بتاعه، قال لي انا هاكل في المحل. ليه يا ابني؟ انا بحب اكل في المحل يا ماما. خلينا مثلا نتكلم في خلينا بس هيجي يكمل، هياخد الطبق بتاعه عادي. وهنا بقى عيش توست يا جماعه. الطبق ده ب 5 جنيه باين. بكام ده؟ بس انا دفعت له ما اعرفش انا، بس هو باين ب 5. تدفع له كام؟ هو باين ب 10. مع شلت الدعم من العيش شكله ب 10. وباكل يا جماعه. جبت اصدار جديد. وانا كمان كمان. جايبه لها واحد بالعيد الكبير عشان تصلي بيه زي ده بالظبط نفس اللون. بس انا قول له لا ايه رايك؟ ب 400 جنيه. لا مش بقول لكم الاسعار، اقول لكم انا بلبس بكام. بحب الشطة. عشان اللي عاوز يشتري ده ب 400 جنيه. لا مش ب 400. انا جايباه اونلاين ب 350 والشحن 60. حاجه كده فاخر من الاخر. ايه رايكم؟ هتقولي لي جبت زهري ليه يا ام رفان؟ ما انا مش هجيب اسمر يعني. هو ده زهري؟ اهو مش هو ازرق؟ ماشي زهري. ازرق جاي من زهري اهو. ف قلنا بقى ايه روتيننا النهارده. قلت ايه مش لازم كل يوم مطبخ. انتوا عارفين الجو بقى حر يا جماعه، فمن ما فيش حد في البيت فمش لازم تعملي اكل يعني وتكلفي نفسك. ما انت مكلفه يا ام رفان على الطبقين دول ب 50. جابت 3 اطباق ب 75. يعني انت يعني لو هتعملي غدا لعيالك مش هتكلفي 75 جنيه، هيبقى معدي ال 200 جنيه. فقلنا النهارده بقى ايه نخليها كده ايه انا حاجه ما كنتش بحب الكشري. حاجه خفيفه كده. وربما ما كانتش بتاكل الكشري. حبيت. يوسف اللي حببها في الكشري. يا دي المصيبه. اه رفان يا جماعه حاطه الفطار عشان اقول لكم. رفان محوشها بسم الله ما شاء الله. 40 60 80. لا ده لسه اول مره. انا لسه وبكره هيبقوا 100. كل بالراحه بقى ما تطلعش على هديه. انا مصروفي كمان هيفتكر. ماما الفيديو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين. ان احنا قاعدين في الشارع لوحدنا فقلنا نعمل حاجات كده خفيفه، مش نعمل نشتري حاجات خفيفه. تاني حاجه عشان اوريكم الاسدال الجديد. الفكره النهارده ان انا اوريكم الاسدال الجديد وتقولوا لي ايه رايكم. الطبق ده انا هلبس اللي زي ده بالعيد دي ليه؟ ده كده 30. حاجه خفيفه والله. فدرت لنا النهارده يا جماعه. قلت لنا العبايه والكشري. رفان بتقول لي نعمل تحدي. لا اصل انا هسبقها فكده هنضحك لا انا اللي هسبق. لا انا اصلا اللي بكسبها والله. اصل انا عملت تحدي هعمل بفلوس فهي بتاخد الفلوس، انا مش بعمل. لا خلاص. احنا مصداقيه في انا التحدي. حسيت انا اللي هعمل بفلوس. هعمل ب 20 بعمل وبكسبها وفي الاخر تاخد مني الفلوس. ب 20 جنيه. فالنهارده فكره الفيديو لو انت مش قادره تعملي اكل النهارده التست بتاع الكشري. لو انت من مصر التست ابو طارق. لو انت من عندي من متغمر اتصلي بمين؟ بهند. فدي فكره الفيديو مين ابو طارق بقى؟ اشهر واحد بيبيع كشري في مصر. وقلتني كمان اللي انا اوريكم العبايه الجديده. والله اعرف والله. الاسدال الجديد. خلاص يا جماعه الاسدالات اللي عندي 4 اسدالات هعيش واموت بيهم. لا قلت اغير. ابو طارق ايه التحرير. لا والتحرير كمان بس لا ابو طارق اشهر. التحرير هو الاشهر. فده فكرتنا النهارده في الفيديو. روتين الراحه
روتين ام روفان، روتين الراحه، فعلا. روتين الدلع والهاشتاجه. بجد. ماشي. فلو لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كل بالبلدي مع ام روفان، كل جديد في جديد مع ام روفان، مع ام روفان. ها دايما مفيش مستحيل. مفيش مستعد للازدالات. استقبلوني الايام الجايه بالازدالات الجديده. انا جايبه 2 ازدال كمان يا جماعه، حاجه كده فاخر من كده. يلا اقفلي وانا جايبه 2 عباية. اهو. يلا اقفلي بقى عشان نعرف ناكل. اصل انا لما باكل بحب اشمر واحمر يعني تعمل كوماندا حدات دي. ايوه. بحبكم. 5 مرات. كل سنه وانتم طيبين.